ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الفتة المصري بتاعتنا، فتة العيد يعني. هنعملها ان شاء الله مع بعض النهارده بطريقة حلوة وان شاء الله تعجبكم. وهنعمل تركاية كده في اللحمة هتوديها في حتة تانية خالص. مش هنعملها طبعا محمرة بس، هنضيف لها اضافة كده بسيطة هتخلي طعمها اجمل بكتير. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل ايه مع بعض في الفيديو. انا هنا هشوح اللحمة. حطيت معلقة سمنة بلدي، ورق لورا مستكة حبهان، فلفل اسمر حب. تمام. كل ده هنحطه مع معلقة سمنة بلدي كده، وهنشوحهم الاول بالشكل ده كده. وبعد كده هننزل باللحمة، بس شرط تكون الحلة سخنت جامد جدا، عشان احنا عايزين نعمل صدمة للحمة ونقفل المسام بتاعتها عشان تطلع معانا جوسي وطرية من جوه. تمام. انا هنا هبتدي انزل باللحمة. يا دوبك هناخدها تشويحة. انا من الناس اللي بحب اشوح اللحمة قبل ما اسلقها بصراحة. هناخدها تشويحة، وبعد كده هنقلبها وننزل ببقية اللحمة ايه اللي باقي معانا. هنبدأ كده نقلبها. كده خلاص بدأت يغير لونها من تحت. هنبدأ بقى نقلبها. المهم نشوحها كويس جدا في قلب السمنة، هتاخدي منها شوربة طعمها تحفة. كده احنا قلبناها على الوش التاني كمان. هنا بقى ابتديت ان انا اشيلها احطها فوق بعضها اللي هي اتشوحت، وبعد كده نزلت ببقية اللحمة عشان اكمل هي كمان تشويحها. في الوقت ده طبعا انا بكون محضرة معايا مية مغلية. انا بنزل بالمية المغلية لسببين: عشان ما اغيبش في الوقت ان هي تستوي في وقتها، وتاني سبب ان المية الساقعة بتجلد اللحمة. تمام. هنا نزلت بالمية السخنة بالشكل ده كده. هتغلي بقى، وهبتدي انزل فيها البصل وطماطمايه، وهسيبها بقى على نار هادية عشان تاخدي منها احلى شوربة. تمام كده. هننقلها بقى على عين تانية ونحط لها الملح بتاعها، وهوطي عليها العين وهسيبها تستوي براحتها. هتاخد معايا بالظبط ساعة ونص في السوا. تمام كده. هي كده خلاص كانت استوت. قبل ما اطفي عليها ب10 دقايق هنزل عليها ب4 أو 5 فصوص توم. وهقول لكم دلوقتي التوم يعني سببه ايه، لان احنا هنحتاجه بعد كده واحنا بنحمر اللحمة. طبعا التوم بيديها طعم تحفة على فكرة، يعني بيغير طعم الشوربة خالص وبيخليها طعمها احلى بكتير. معايا بقى هنا العيش اللي هنحمره للفتة. انا هنا معايا العيش الابيض الشامي ده، وممكن تعمري العيش بلدي بس انا بحب العيش ده. قطعته مربعات بالشكل ده صغير، وبعد كده هحطه في قلب صينية وهحطه تحت الشواية وهرش عليه حبة زيت. هيتحمر معانا في ثواني، مش هيغيب يعني. هياخد بالظبط حوالي 10 دقايق تحت الشواية. هنا هحطه في الصينية القلمية الصغيرة دي، وهرش عليه حبة زيت صغيرين. وطبعا هكون مشغلة الشواية قبلها ب5 دقايق، مش هيغيب على طول. ونقلب الزيت اللي فيه بالشكل ده كده. كده طلع اتحمر وطلع بقى بالشكل ده معانا. تمام. ندخل بقى على الدمعة بتاعة الفتة. طبعا انا عاملة كميات صغيرة في الدمعة، لان ده انا كنت الفيديو ده عاملاه للتصوير بس، يعني ما كانش وقت الاكل بصراحة. نزلت بمعلقة سمنة بلدي ومعلقة توم كبيرة محترمة كده. هنحمر التوم في قلب السمنة وايدينا فيها على طول عشان التومة ما بتحرقش مننا بسرعة. انا عايزاها تاخد اللون الذهبي.
تمام كده. وبعد كده هننزل عليهم بمعلقتين 3 خل. كده خلاص لونه وصل للون الذهبي. هننزل بالخل، حطيت حوالي معلقتين، ونقلبهم بالشكل ده كده. ونزلت بكوباية طماطم ومكعب صلصة صغير، يعني معلقة صغيرة صلصة مش كتير، مجرد بس لتعزيز لون الطماطم مش اكتر. هنا خلاص كانت الطماطم اتسبكت بالشكل ده. هنزل بالتوابل، ملح وفلفل بس. وهنزل بحوالي ربع مية او اقل كمان من ربع كوباية مية، حاجات بسيطة خالص. تمام، حاجات بسيطة اللي نزلت بيها. هقلبها واسيبها تغلي غلوة، وبعد كده هطفي عليها. وبعد كده بقى هنبتدي نعمل الرز. يبقى كده عملنا الشوربة، عملنا العيش، عملنا الدمعة. كده اخر حاجة فضلنا الرز. نزلت بحبة شعرية، عليها معلقة سمنة، وايدي طبعا في الشعرية عشان برضو بتتحرق بسرعة. وصلت معايا للون الذهبي ده. هبتدي بعد كده انزل عليها بالرز، اخده تشويحة معاها كده. التشويحة دي بتفرق في الرز، ان هي بتطلعهولك مفلفل ومش معجن. تمام كده. وهبتدي انزل بالمية، والملح، وهسيبها لغاية ما تغلي. وبعد كده هوطي عليها على هنا خالص، يستوى بقى على نار هادية. هنا خلاص كانت شرب ميته. هقلبه بالشكل ده كده، وهوطي عليه خالص. والشوربة كانت سخنت معانا. هنعمل بقى اللحمة ازاي. انا هنا كنت صفيت الشوربة من الحبهان والمستكة والفلفل الاسمر اللي انا كنت حطاهم في الاول. تمام. جبت هنا طاسة، حطيت فيها معلقة سمنة بلدي كبيرة، وابتديت اشوح اللحمة بالشكل ده كده. انتوا فاكرين ان احنا حطينا 4 أو 5 فصوص توم في اخر 10 دقايق بالظبط قبل ما اطفي الشوربة. هما كانوا استووا معايا بالشكل ده كده. هنزل عليهم على اللحمة بال4 فصوص دول. تمام. وهرسهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واشوح فيه اللحمة. بيودوا اللحمة في حتة تانية خالص. وانزل عليهم بملح وفلفل اسمر، واعصر عليهم نص ليمونة، واشوحهم كويس في قلب السمنة والتومة دي. بيبقى طعمها تحفة. هنا بقى الطبق ده انا عاملاه للتصوير بس، لكن مش هحط فيه شوربة. ابتديت احط العيش واوزعه بالشكل ده. وهنزل عليه بالرز. انا بصراحة حطيت الرز عشوائي، يعني ما حطوش في حاجة ونزلت في قلب الطبق. انا فردته كده بشكل عشوائي، وبحسه بيكون شكله افضل بكتير بصراحة. وبعد كده نزلنا بالصلصة. حطيها بالشكل اللي يريحك برضو. تمام كده. طبعا انا ما حطيتش الشوربة عشان ده للتصوير بس. وبعد كده حطيت اللحمة، كانت طعمها تحفة، وكانت مستوية وطعمها خطير. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وتشجعوني وتعملوا لي لايك وسبسكرايب.